السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الفيديو خوتي بغيت ندوي فيه شوية على الأسعار ديال الخضرة في المغرب في بلادنا. خوتي راه هادشي بزاف ديال اللي كنشوفو في السوق، الدراويش مسكين راه مبقاش قادر يعيش. شو الثمن اللي واصلة البصلة وبطاطا مطيشة. بغينا نعرفو شنو السبب زعما اللي كيخلي هادشي يرتفع بهاد الوتيرة هادي. هاد الغلاء اللي كاين دابا شنو تقول ليا؟ راه البترول زعما طالع والمازوط. الفلاحة شحال هادي كانوا كيتشكاو من الجفاف وكيتشكاو من الشتا مكطيحش وكيتشكاو من عدم وجود المياه الجوفية في البيار، السدود خاوية. الحمد لله هاد العام صبات الشتا بما فيه الكفاية، وصلت لواحد الدرجة اللي شحال هادي ما صبات في بلادنا. الحمد لله، يعني السدود عمرو. هادشي أكدوه بزاف الناس، وحتى الناس اللي مكلفة بهادشي أكدو بلي السدود عمرها 100%. والشتا اللي صبات هي تبارك الله راك كلكم شفتوها. ولكن الغلاء باقي هو مازوت هي غالي، ولكن حتى الوقيته اللي كان الجفاف كان المازوت هو غالي. يعني شنو دابا السبب؟ السبب واش هما بعض الشناقة، بعض الناس اللي كيمصوا الدم ديال المغاربة. راه عيب وعار انك تخرج 100 درهم وما تجيبش لك حتى الخضرة. كيلو ديال البطاطا داير 8 دراهم. كاين الافراد الاقل، يعني عدد ديال الافراد في الدار كيكون 3 4. راه داك كيلو البطاطا إلا دارو غيديرو غير العشاء، إلا طيبو غير البطاطا بوحدها 160 راه مشى داك الكيلو. إوا خوتي اللي عندو وليدات كبار وعندو عائلة وعندو شنو ياكل؟ حتى الخضرة اللي ما حنا اللحم مندويوش عليه كاع، الخضرة واش الناقة. وديرو بوجه الدرويش وديرو بوجه الآخر، راه غتمشيو مساخط الوالدين معلقين. قسما بالله إلا العذاب اللي غدوزو أيام مساخيط على هادشي اللي كديرو في المواطن المغربي راه مصيبة كحلة. الخضرات هي كتدخلوها من عبر هرمز. اش غنقول لكم؟ والله يعطينا وجهكم.